سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إقامة مهرجان كوندورا تاغودا في الكاشبركة. رئيسة اتحاد المرأة في الجنوب تعقد لقاء مع المرأة في الدقيح والمنحدرات الشرقية. تزويد خدمة مياه الشرب الصالحة في إدارة ضاحية علي قدر بالطاقة الشمسية. مقتل 67 شخصا على يد مسلحين في غرية نيجيرية وسط غربي البلاد. بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين عامل استقرار. الرئيسان الأمريكي والكولومبي يشيدان بلقائهما عقب خلافات حادة. السلام عليكم ورحمة الله. أقيم مهرجان كوندورا تاغودا السنوي لقوميتي النار والكنامة في ضاحية تاودة التابعة لمديرية غونيا بحضور حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي وقادة الجيش بالمنطقة ومسؤولي المؤسسات الحكومية بالإقليم. أقيم المهرجان في الفترة من 28 من يناير المنصرم حتى 3 من الشهر الجاري، حيث ازدهرت بمشاركة سكان إدارة ضاحية تاودة والقرى المجاورة لها من قوميتي النار والكنامة متزينين بالأزياء التقليدية. وأوضح مدير عام قسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح في الكلمة التي ألقاها إن مهرجان كوندورا تاغودا من أكبر العادات والتقاليد الثقافية التي توارثتها الأجيال، وإنه يجري العمل بعمق بالتعاون مع لجنة أبحاث التقاليد الرقيقة لقومية الكنامة من أجل توثيق وتوريث تفاصيل فعاليات المهرجان بشكل ممنهج حفاظا على عراقته. وأشار العيان بدورهم إلى أن مهرجان كوندورا تاغودا هو أحد الثقافات التي تفتخر بها قومية الكنامة، وإنه يتم إحيائه سنويا بفعالية ومشاركة أهلية عالية بفضل التنسيق بين إدارة الإقليم ومفوضية الثقافة والرياضة. يعرف أن مهرجان كوندورا يحظى بقيمة عالية لدى قومية الكنامة، ويشمل مهرجان كوندورا كونا الذي يجري في شهر سبتمبر في ضاحية كونا التابعة لمديرية بارنتو، وكما يشمل مهرجان كوندورا تاغودا الذي يقام في شهر يناير بضاحية تاودا التابعة لمديرية غونيا. ناقش الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي مسؤولة الاتحاد السيدة سنايت أفورقي أهمية التنظيم ومشاركة المرأة في العملية التعليمية مع النساء في المنحدرات الشرقية ومديرية الدقيح. وأشارت السيدة سنايت إلى دور المرأة الإريترية ومساهمتها في المراحل السابقة، قائلة إن الوعي أساس التنظيم والتنظيم أساس النجاح، ودعت إلى تعزيزه للدفع بتنفيذ البرامج الوطنية. وأكدت بأن التعليم أساس التنمية، وإن تعليم المرأة أساس لتعليم المجتمع، داعية الإدارات والفئات المؤثرة لبذل جهود حثيثة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم والقضاء على الممارسات الضارة. وشرحت مسؤولة العلاقات الخارجية في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة السيدة منى صالح العادات الضارة التي تسبب أضرار صحية وجسدية واجتماعية ونفسية للمرأة، ودعت المشاركات بدورهن إلى تقديم الدعم للنساء المعيلات للأسر، وإقامة حملات لرفع مستوى الوعي السياسي لدى النساء، وتنظيم دورات تدريبية مهنية لتعزيز قدراتهن وتجميع القرى. صرح مدير إدارة ضاحية علي قدر السيد فرج محمود تزويد مشروع مياه الشرب الصالحة بإدارة ضاحية علي قدر التابعة لمديرية تسني بالطاقة الشمسية، ما أسهم في إعادة تشغيل الخدمة بكامل طاقتها بعد تأثرها بانقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح أن الفرق الفنية ركبت محطة طاقة شمسية بتكلفة تقدر بنحو 300 ألف نقفة في موقعين، الأمر الذي مكن المشروع من استعادة قدرته التشغيلية. وأضاف أن نحو 6000 من سكان إدارة ضاحية علي قدر، لا سيما في مناطق أنجحاي ومكسرات وكامبو 10، يحصلون حاليا على مياه شرب نظيفة وآمنة بصورة منتظمة، مؤكدا أن تدشين الخدمة خفف من معاناة السكان وحسن ظروفهم المعيشية. وأشار عضو لجنة تطوير المياه في إدارة ضاحية علي قدر السيد يمان ولده إلى أن أعضاء اللجنة بذلوا جهودا متواصلة لمعالجة مشكلة المياه، وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، داعيا السكان إلى الاستخدام الحكيم للطاقة الشمسية لضمان استدامة الخدمة وكفاءتها. وأكد السكان أن مشكلة المياه كانت تؤثر سلبا على حياتهم اليومية، معربين عن ارتياحهم لبدء تشغيل الخدمة ومقدرين الدور الذي أدته اللجنة القروية وكافة الجهات التي شاركت في تنفيذ المشروع. أفاد تقرير تقييمي أجري في 3 فبراير أن برنامج الادخار والقروض المصغرة بالإقليم الأوسط قدم خدمات فعالة خلال عام 2025. وصرح رئيس الفرع السيد سامسون يوهانس بأن قيمة القروض المقدمة للعملاء ارتفعت بنسبة 21% العام الماضي لتصل إلى 76.5 مليون نقفة مقارنة ب 62.6 مليون نقفة. وأضاف أن عدد المقترضين ارتفع بنسبة 13.9% مقارنة بعام 2024، وأن نسبة السداد ارتفعت من 52.6% إلى 65.5%. وأشاد المسؤول المؤقت للمكتب المركزي لبرنامج مول السيد تافلا أسمرون بدور إدارة الإقليم الأوسط في أنشطة المؤسسة. اقترح المشاركون ضرورة تحصيل القروض في الوقت المحدد وزيادة القروض الجماعية. وحث مسؤول الإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط تكيئة المستفيدين من اغتنام الفرص المتاحة لهم لتحسين سبل عيشهم وسداد قروضهم في الوقت المحدد. ويضم الإقليم الأوسط أكثر من 11,000 عميل في 6 فروع و66 بنك ريفي. تخرجت دفعة من الشباب في عدخالة من دورة تدريبية في علوم الحاسوب استمرت ل3 أشهر، نظمت بالتعاون بين وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالمديرية. وأوضح مسؤول الاتحاد بالمديرية شاب جمال نور بأن التدريب الذي اشتمل على تدريب نظري وعملي هدف لتعزيز القدرات المهنية للشباب وزيادة مشاركتهم في المجتمع. وأكد المدير المؤقت لمديرية عدخالة سيد تسفاي إبراهيم بأن التدريب تم جنبا إلى جنب مع الدراسة الأكاديمية لزيادة قدراتهم المهنية، حاثا إياهم لتعزيز الدراسة عبر تطبيقها عمليا والتأثير على أقرانهم في الجانب المهني. من جهة أخرى، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرتدية بأن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية عدخالة قام استنادا للخطة الخمسية للاتحاد بتنظيم دورة تأهيلية حول الهيكل الجديد للاتحاد وبرامجه لمسؤولي تنظيم الشباب في داغرقيس وعدخالة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. ارتفعت حصيلة القتلى إلى 67 شخصا على الأقل بعد أن استباح مسلحون قرية وورو في ولاية كوارا بوسط غرب نيجيريا في هجوم وصف بأنه الأكثر دموية هذا العام وفق ما أفادت السلطات المحلية. ونسب حاكم الولاية عبد الرحمن عبد الرزاق الهجوم إلى خلايا إرهابية ووصفه بأنه تعبير جبان عن الإحباط عقب الحملات الأمنية الناجحة ضد الإرهاب في أجزاء من الولاية. وخلال السنوات الأخيرة سجلت مناطق شمال غربي ووسط نيجيريا ارتفاعا في عمليات السطو والهجمات المسلحة على القرى، حيث تقوم العصابات بخطف السكان ونهب الماشية، لا سيما قرب الحدود مع ولاية نيجر. واستجابة للهجوم فرضت السلطات حظر تجول في بعض مناطق الولاية وأغلقت المدارس لعدة أسابيع قبل أن تصدر تعليمات بإعادة فتحها.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحالف السياسي والاقتصادي والأمني بين بلده والصين بأنه عامل استقرار في العالم حاليا، وذلك في لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وقال بوتين وفقا لما جاء في مقاطع فيديو نشرها الكرملين: في ظل تصاعد الاضطرابات يبقى التحالف بين موسكو وبكين عاملا مهما للاستقرار. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أشاد خلالها بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى. وبث التلفزيون الحكومي الروسي أجزاء من محادثاتهما. من جانبه قال شي لبوتين إن على بلديهما وضع خطة كبرى لتطوير العلاقات الثنائية. وكان شي يتحدث إلى بوتين عبر مترجم فوري. وتربط البلدين علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متينة. بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو قد طويا صفحة الخلاف بينهما بعد عام من تقاذف الاتهامات والإهانات التي بلغت ذروتها بتهديد ترامب بالإطاحة بالرئيس اليساري كما حدث في فنزويلا. وقال بيترو للصحفيين بعد اجتماعه إلى ترامب في البيت الأبيض في جلسة مغلقة: انطباعي على الاجتماع الذي عقد قبل ساعات قليلة وأنه أولا وقبل كل شيء كان إيجابيا. من جهته أعرب ترامب عن انسجامه بشكل جيد جدا مع الرئيس الكولومبي الذي اتهمه مؤخرا بضخ الكوكايين إلى الولايات المتحدة وهدده بمصير مشابه لمصير نيكولاس مادورو في فنزويلا. وأضاف ترامب أن البلدين يعملان على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات وكذلك على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أدى تساقط كثيف للثلوج في اليابان إلى وفاة 30 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين بحسب ما أفاد به مسؤولون. وأرسلت الحكومة المركزية قوات لمساندة السكان في مقاطعة أوموري التي تعد المنطقة الأكثر تضررا، حيث لا تزال الثلوج تغطي الأرض بارتفاع يصل إلى 4.5 أمتار في بعض المناطق النائية. وعقدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي اجتماعا خاصا على مستوى مجلس الوزراء، ووجهت الوزراء ببذل أقصى الجهود الممكنة لمنع وقوع وفيات أو حوادث جديدة ناجمة عن الأحوال الجوية القاسية. من جانبه أعلن حاكم مقاطعة أوموري أنه طلب من الجيش تقديم مساعدة الإغاثة في حالات الكوارث. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إقامة مهرجان كوندورا تاغودا في الكاشبركة. رئيسة اتحاد المرأة في الجنوب تعقد لقاء مع المرأة في الدقيح والمحافظات الشرقية. تزويد خدمة مياه الشرب الصالحة في إدارة ضاحية على قدر بالطاقة الشمسية. مقتل 67 شخصا على يد مسلحين في قرية نيجيريا وسط غربي البلاد. بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين عامل استقرار. والرئيسان الأمريكي والكولومبي يشيدان بلقائهما عقب خلافات حادة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.